دلوقتي دي بوردة ايفون اكس اس ماكس بعمل لها سواب، فانا بحضر البوردة اللي انا هنقل عليها المعالج. في وسط التنظيف لقيت المسار ده او الرجل دي طارت من وسط رجول كتير نوت كونكتد. ده الفرق ما بين الرجل اللي هي المهمة والرجل النوت كونكتد. الرجل النوت كونكتد بيبقى شكلها عامل كده، الرجل دي فيها مسار جوه اهو لونه ذهبي، فالرجل دي المفروض انها تتعوض. ببص على المخطط بتاع الجهاز لقيت ان الرجل دي اللي هي N29 متصلة بمسارات كتير جدا ممكن يحلوا محلها. لكن لما نيجي نضغط على المخطط كده ونشوف الرجل N29 اهي متصلة بالارجل دي كلها مع بعض، فكل دول المفروض ان هم يحلوا محلها. غلط. الرجل N29 خاصة ب VDD Fixed BLL DDR3، خاصة بتغذية قطاع جوه الاي سي في الرام اسمه DDR3. يعني دي 7 بتغذي DDR2، AG29 بتغذي DDR1، AH5 بتغذي DDR5. فالرجل N29 دي لا يمكن الاستغناء عنها، لان هي حتى هي واصله على البورده، لكن جوه الاي سي الاماكن دي او القطاعات دي او التغذيات دي مش متصله مع بعضيها. ده هنا في DDR0، DDR1، DDR2، DDR3. فالرجل دي خاصة بتغذية ال DDR3، فلازم يتعمل لها تعويض، ما ينفعش نستغنى عنها. الحاجات دي كلها بنتعلمها في كورس صيانة الموبايل للمبتدئين وللممارسين، فلو حابين تشتركوا في الكورس كلمونا على الواتساب اللي هيبقى على الشاشة دلوقتي. تمنياتي بالتوفيق للجميع.